المشاهدة أن يتقدم فارس أحلامك لخطوبتك ومعه هدايا فاخرة تقدر ب30 مليون ريال يمني، من بينها سيارة مرسيدس سي كلاس لتقدم لك في يوم مميز كهذا. لكن قبل أن تصل السيارة إلى باب البيت تصادر في الطريق وتتحول الفرحة إلى جدل، وهذا تماما ما حدث في اليمن. شو القصة وليش انتهت القصة عند الشرطة؟ عماد الهمداني هو شاب يمني مغترب قرر إقامة حفل خطوبة وصف بالباذخ في صنعاء. تجاوزت كلفة هذا الحفل 200 ألف دولار أمريكي بحسب وسائل إعلام محلية. الحفل تخللته مظاهر استعراضية فاخرة، سيارة مرسيدس اس كلاس حديثة، أطقم ذهب، عطور فاخرة، هدايا أخرى تداولتها منصات التواصل على نطاق واسع. خلينا نشوف شوي جزء من هذا البذخ. ألف 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 مبروك يا حبيب القلب عماد، الله يتمها لك على خير. الدولقات الله يتمها لك على خير يا عماد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. حل بطلك العزبان، إذا حد يجي يصير يخطب يدي من هؤلاء. ما هو هذا؟ ما شاء الله تبارك الله. يا عماد الهمداني ايش فعلت ايش فعلت؟ ايش فعلت؟ ما هو هذا مصندقة تمر ولا تمر؟ فعلا داخل زجاج. ما شاء الله تبارك الله. يعني عريس جاي حامل ومحمل. كثيرون اعتبروا ما جرى ظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني من حيث الكلفة ونوعية الهدايا وأسلوب الإظهار العلني للثراء. في المقابل دافع آخرون عن حق الشاب في الفرح والصرف من ماله كما يشاء ما دام لم يعتدي على حق غيره ولم يأخذ من مال غيره. المقاطع المتداولة أحدثت انقساما في منصات التواصل بين من رأى في هذا المشهد تعبيرا عن قدرة مالية وكرم في تقدير الخطيبة، وبين من انتقد البذخ في بلد يعاني من فقر وبطالة وتراجع الإقبال على الزواج. أبو عمر شبيبة يقول الله يسعده ويتمم له على خير، والرزق نعمة من الله ولا أحد ينكر هذا، لكن في فرق كبير بين الفرح وبين استعراض الفرح. لما تعيش بين ناس كثير منهم ما بيلاقي قوت يومه، شباب عاجزين يتزوجوا، هنا تتحول المسألة من فرحة إلى مشكلة برأي أبو عمر. حذيفة المشرع قال عادة دخيلة على المجتمع اليمني. من متى البني آدم يسوي حفلة في الخطوبة وبيقول له سوي حفلة بسيطة مع أهلك وخلاص بدون هذه الخسائر والسيارات اللي ما إلها داعي. محمد كتب هو يعتبر إسراف، بس مالنا ومال الخصوصية، خلينا نخلي الناس تعيش بحالها بالكيفية يلي بتريدها. وأما نايف المالكي كتب أنه من حقه يعبر عن فرحته مثل ما هو بده، ولكن كان من الأجدر أن ينظر لحال الشعب من حوله ويحترم معاناتهم ولا يسرف في الإشهار عن خطوبته كما فعل. عزيزي المشاهد، القصة لم تنتهي